السلام عليكم. تعالوا اقول لكم النهارده هنعمل بيتزا بعيش تورتيلا سريعه. كل المتطلبات هتلاقيها عندنا موجوده في البيت. لو ما عندناش عيش تورتيلا ممكن نجيب عيش شامي، اي عيش عندنا موجود في البيت ممكن نعمله. انا جبت 3 قرون حاميين وقطعناهم زي ما انتم شايفين، لان انا اصلا بحب الاكل حامي شويه. وبعد ما نجيب الفصوص بعد ما نجيب الفلفل ونقطعه زي ما انتم شايفين كده. خدناه على جنب وقطعناه حتت صغيره قوي عشان نعمله على البيتزا، وخدناه على جنب زي ما انتم شايفين. وهنجيب حتة فلفل أحمر أو أصفر حسب ما انتوا عايزين تشوفوا الإضافات اللي انتوا عايزين تحطوها على البيتزا ايه بالظبط، وزي كل واحد ما بيحب يعمل. فأنا جبت فلفل يعني أقل من ربع شوية كمان ده، اللي كان موجود عندي قطعته زي ما انتوا شايفين. وجبت فلفل أحمر وجبت فلفل أصفر، جبت فلفل الوان، كل حاجه يعني حاجات بسيطه جدا جدا جدا. وقطعتهم وشلتهم على جنب زي ما انتم شايفين. ادي الفلفل الاصفر اللي احنا جبناه، قطعت حته صغيره. يعني كل حاجه الموجوده، اي حاجه تسد يعني. مش لازم ان احنا نجيب حاجات جامده عندنا في البيت ونعمل ولحمه وبتاع. اي حاجه تسد وتبقى حاجه كويسه جدا ولذيذه، تنفعنا ان احنا نعملها اكل سريع في البيت. وجبت طماطمايه كمان زي ما انتم شايفين، قطعتها وخدت ربع منها حتت حتت صغيرة كده، قطعتها طرنشات رفيعة. خلي بالكم عشان السكينة بتبقى حامية وممكن نتعور، فنخلي بالنا واحنا بنقطع الأكل بتاعنا. بس ادينا قطعنا الطرنشات وشلنا جزء وهناخدها على جنب زي ما انتم شايفين. دي كده كل حاجة. وبعد كده ادي عيش التورتيلا بتاعنا. احنا جبنا صينية مدورة وحطينا فيها ورق زبدة ورصيناه فيها. معلش سامحوني، الكاميرا يعني جت بعيد شوية. وبعد كده بعد ما رصيناها في الصينية جبنا 3 بيضات موجودين عندنا برضو. ال3 بيضات دول هنضربهم ونحط عليهم فلفل والبهارات بتاعتنا. بيضة 2. طبعا قشر البيضة وقعت مني فاضطريت ان انا اشيله بايدي. طبعا انا اللي اكل ده، محدش يقول لي يا والحاجات دي كلها، عشان انا ايه، ما بحبش الحاجات دي اصلا. وحطينا ملح وفلفل على البيض وقلبناه كويس قوي. ادي فلفل وادي ملح وقعدنا نقلب فيهم كويس قوي. ضربنا البيض زي ما انتم شايفين وحطيناه على عيش التورتيلا. فلفل وملح. بسم الله ما شاء الله، الاكل يطلع جميل متقلقوش. حبة ملح صغيرين وقلبناهم تاني. بعد ما نقلبهم تاني ادي اهيت. كويس ان احنا يعني الواحد ظبط، بنحاول نظبط التورتيلا ازاي. العيش احنا جبنا حوالي 3 رغيفة. ادي حطينا البيض بتاعنا زي ما انتم شايفين، وزعناهم على كل الصينية.
بقدر الإمكان. وبعد كده هنجيب الفلفل بتاعنا وكل الحاجات اللي احنا قطعناها. ادي الطماطم بتاعتنا، ادي الطماطم بتاعتنا حطيناها. وهنجيب الفلفل بتاعنا نرصه، الفلفل الألوان. وهنجيب كمان الفلفل الأخضر الحامي اللي احنا قطعناه. كل ده هنحطه. احنا ممكن أي حد يحط أي حاجة هو عايزها. عايز يحط سلامي يحط، عايز يحط لانشون يحط. اللي انتوا عايزين، انتوا عايزين تعملوها بالجبنة بس والبيض برضه مفيش مشكلة خالص. عايزين ما تحطوش بيض وتحطوا عليها جبنة موتزاريلا من تحت وجبنة شيدر من فوق برضو مفيش مشكلة خالص. أي حاجة احنا ممكن نعملها ونحطها. وده زيتون حطيناه. وزي ما انتم شايفين عشان يزيد الطعم حلاوة. كده احنا ملينا كل حاجة احنا عايزينها. هنجيب ادي الجبنة الموتزاريلا بتاعتنا. هنقط كيس كان لسه جديد معلش سامحوني. فاحنا طبعا بنحاول نفتحه. فاحنا فتحنا الكيس، هناخد منه كده شوية وبعد كده نقفله. متنسوش بعد ما تاخدوا كل حاجة تقفلوها كويس قوي وتحطوها في مكانها تاني زي ما انتم شايفين. حطينا جبنة موتزاريلا وخلصنا على كده. وبعد كده خدناها هنحطها في الفرن لمدة من ربع ساعة لعشرين دقيقة لحد ما تستوي. وادي بعد ما طلعت من الفرن بقت جميلة جدا اهيت. طبعا سخنة جدا اهي. حطيناها على بتاع وهنقطعها كمان بالسكينة بتاعتنا. طبعا اللي عايز يقطع أي حاجة بالسكينة من غير سكينة مفيش مشكلة خالص. أهي أهي دي. طبعا كانت سخنة جدا وأنا مش عارف أقطعها لأني مش قادر أملك البتاع وهي سخنة. فأنا سبتها شوية لحد ما بردت. وزي ما انتوا شايفين شكلها طالع عامل ازاي. كويسة جدا ومقرمشة وطعمها حلو قوي. شوفوها بعد ما نقدمها احنا اهيت. ادي الطبق وفي الاخر الهنا والشفا. السلام عليكم.